وهلا والله بالأبطال، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. ورمضان كريم عليكم. بعرف رح تستغربوا من اللوبي، لوبي جديد. آخر فيديو نزلته كنت جايب بس السيارة هاي المكلارين اللي وراي. بس لما فتحت، يعني يمكن كان صار له بس يمكن ربع ساعة نازل الحدث تبع السيارات وفتحت عليه. فكنت مستعجل كتير وما كنت بعرف انه في لوبي. بعدين لما شفت انه في لوبي آه وقرأت، كاتبين لي انه لازم يكون عندك 3 سيارات اقل شيء لحتى تحصل عليه لللوبي. فرجعت جبت سيارة تانية، والثالثة جبتها بالعملات تبوت العجلة، وجبتها الحمد لله. وان شاء الله عبال عندكم وعلى كل واحد بيتمنى يكون عنده سيارة شبكون. دقيقة لنحط المهم، اليوم عنا فيديو كتير حلو. الفيديو اليوم رح يكون الفرق بين البيك اللي بيكون يمين او يسار. يعني في ناس بتحط البيك بالجهة اليمين ومتعود عليها، وفي ناس بتحط يسار. اليوم رح نقارن بيناتهم انو الاحسن من حيث السرعة، ومن حيث الاستحكام اذا بتستحكم اكتر. عرفتوا كيف؟ رح نقارن بيناتهم ورح لكم انا شو اللي عم استخدمه هلا، اليمين او يسار. وبس يعني بركي ان شاء الله انتم بتستفادوا من هالموضوع. بس لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك هيك وتعليق حلو مثلكم. على فكرة أنا عم فوت على إحصائيات القناة تبعي. 96% من اللي عم يشاهدوا فيديوهاتي ما مشتركين. طيب ليش؟ يا أخي والله ما بتخسر شي، كلها كبسة، بس كبسة ها، واشتراك وبس. اشتركوا بالقناة وبس خلينا نبدأ بالفيديو. مشاهدة ممتعة. طيب شباب، هلا مبدئيا انا ما كان هذا المخطط اللي عندي. انا كان عندي، كنت استخدم هذا المخطط. هذا هو البيك كان يمين عندي مع الكراوتش المهم بستحكمهم كتير، وصلت لمرحلة كتير حلوة. بس اللي لاحظته بعد فترة انه عندكم هلا هاي الميزة اللي تحت اخر شي، تدوير الكاميرا اثناء الانحناء. هاي انا معطلها. هاي شو هي اللي يكون رح شغلها هلا؟ تفعيل. هاي انه لما تكبس بيك وتحرك بإصبعك يتحرك اللاعب. تمام. فهاي كانت انا عندي اياها عائق كبير. ليش؟ لانه انا هلا مثلا حطيت، فتحت الايم، شوفوا بكبس على الايم عم يتحرك عندي اللاعب. شوفوا الايم كله بيتحرك بس اكبس على البيك. يعني بدي اخذ مثلا على شخص بيك، شوفوا بيتحرك لحاله ها، بيتحرك كتير. شفتوا؟ وانا متعود انه مثلا بدي اكبسها بسرعة، بدي اكبسها بسرعة فبيتحرك مثل ما هلا هيك تحرك هيك. تمام. فلازم شو اسوي انا هون؟ لازم سكرها. طيب حطيت لها تعطيل، صرت اعمل هيك اها تمام. هيك رواق. طيب هلا هيك لهلا ممتاز. وين انا المشكلة اللي صارت معي بعدها؟ مثلا فتحت سكوب غوصت عادي، بس اذا مرقت سيارة شو اعمل؟ هلا انا عندي جيروسكوب تمام، بتحكم جيروسكوب. بس اذا مرقت سيارة اكتر من هيك ما فيني اغوص. فهمتوا ليش؟ فلازم لما اعمل بيك وافتح ايم لازم احرك باصبعي. هلا انا هيك بحرك باصبعي ما بيتحرك. الجيروسكوب قد ما فترت رح يفتر معي اكتر شي هيك. شايفين كيف؟ لازم احرك باصبعي. فكان عندي مثلا اي سيارة مرقت من قدامي، اللهم يعني احسن افتح عليها البيك من هون لهون، بس ما عاد فيني اكتر. دي اكتر هيك ما فيني. عرفتوا كيف؟ وخاصة اذا معي مثلا قناص مثلا واخد كفر هون مثلا، حلو، وفتحت ايم. طب هو مثلا هو بهاي الجهة هون مثلا، وين هلا هاي الاعدادات اختلفت عندي. Marked a location. مثلا هلا هو هون تمام، بدي احرك باصبعي شوي على اليمين ما بحسن، لازم على الجيروسكوب.
عرفتوا كيف؟ فما مشي الحال معي ابدا. الحل انه كان لازم ساوي البيك يسار، وانا صراحة بعمري وحياتي ما لعبت البيك، كان انه سويه يسار، ومن جديد سويته يسار، لهيك لا عم صور ولا عم بلعب ولا عم بعمل شي يعني. بس يعني صرت احسن شوي، لسه كمان لسه بدي شوية تدريب عليه، بس لقدام هذا افضل بكتير. هلا انا مسكرها، مسكر البيك تمام، انه ما فيني احرك يمين يسار. هيك فتحت البيك يسار، بس فيني بالاصبع اليمين حرك الشاشة. عرفتوا كيف؟ يوم اللي ما بدي احرك الشاشة بس بكبس البيك، خلص ثابت البيك. ها ثابت، ها ثابت، قد ما حركت يعني خلص ثابت، بس على الجيروسكوب بدي احرك باصبعي بحسن احرك. عرفتوا شو الفرق؟ هاي هي بس. بس المشكلة انه بدها وقت يعني. 80% او 90% من اللي بيلعبوا ببجي بيلعبوا البيك يمين، قليل اللي بيلعبوا يسار، لانه كلنا يعني طبعا متعودين اليمين نحنا نستخدمها بأغلب الأشياء يعني، فمتعودين كلياتنا البيك يمين. البيك يسار صعب شوي. أيضا إنه أنا كنت ألعب على المخطط السابق كان 5 أصابع، هلأ صرت 6، فصارت شوي أصعب. وكل شي تمرين كنت متمرن أنا على كبساتي القديمة وإعداداتي القديمة كلها راحت على الفاضي، لأنه إعداداتي كلها تغيرت. الكراوتش، النط، وكل شي كل شي تغير، البيك والأسلحة. فهاي المشكلة. والافضل انا شفته انه نخلي البيك يسار، اذا فيكم تعملوه يسار بكون افضل. طبعا جماعة الموبايلات ما بيقدروا يعملوا هاي الشغلة، هي بس للايباد. يعني في ناس بيكون اصابعهم صغيرة بيمشي الحال. وبس، هاي هي. ان شاء الله رح احضر لكم فيديوهات كتير حلوة، بس لحتى شوي اتقنها، لانه عم بلعب شوي ومرن اصبعتي على البيك اليسار، لسه ما اخدت عليه. بس ان شاء الله هتكون الامور طيبة ان شاء الله. وبس هذا كان الفيديو اليوم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وبدنا مشتركين يا اخي، بدنا مشتركين، ما حدا عم يشترك. 350 مشترك لهلا، شدونا حالكم خلينا نوصل لل1000 وبس والله. ويلا حيوا الشباب.